في جسمان في النهر، نهر الأبيض. نزلنا إلى المكان، وجدنا 8 جثث في داخل الماء. أنت أحد الأهالي؟ أنا أحد الأهالي. وجدنا جثث، عملنا على انتشال من الماء. واجهونا بعض المسلحين، منعونا من رفع الجثث من الماء. رفعوا هن الجثث، نحن تابعناهم بطريقة خفية إلى مكان الحدث، مكان دفن الجثث. أنا الفيلة تبعي هي أنا عم راقب من هنيك، وبعت دراجة نارية تابعتهم لحتى عرفنا وين تم الدفن. هكذا اغتالوا الحياة، هبة الله الإنسان الذي أريد له أن يعمر الأرض، وحطموا كرامة الإنسانية، فسقط عندهم أن الخلق كرامات. قتلوا ثم مثلوا وقطعوا الأطراف بأسلحة وأيد سقطت عنها الرحمة، فبات الدين والضمير مطواعا لشرورهم. كغيرنا من القنوات الإعلامية، صورنا لكن نحن نقلنا، والغير تجاهل وفضل أن يعصب عدسة الكاميرا ليقول سلمية، إجرام لا وصف له. وهناك رأي للطب الشرعي بما تم انتشاله من الجثث وسبب تفسخها السريع، وما خفي أعظم: بتر للأطراف، تهشيم للرأس، جروح قاطعة متعددة، مختلف أصناف التعذيب واضح أن تعرضت لها الجثث قبل قتلها. تم رميهم في الماء ثم إخراجهم، مما يسرع التفسخ بشكل كبير، يعني تفسخ سريع، يعني لأن الجثث رميت في الماء ثم تم استخراجها، وكانت قد تعرضت للضرب على الأطراف وتهشيم وجروح قاطعة متعددة. لا موضوع علمي واضح، يعني ما في لبس فيه. يعني في المقبرة الماضية متحفز على نشر هذه المعلومة حتى يعني يتم تأكد، حتى لا نكون يعني نفقد مصداقيتنا الطبية والعلمية. طبعا في أحد الجثث أنا كنت اشتبهت أنه تعرضها لعنف وشدة لا يتناسب مع موت، يعني عنف وشدة لا يؤدي إلى موت، ولكن بعد الفحص تبين أن هذه الجثة قد دفنت، هذا الشخص قد دفن وهو حي. هذه المقبرة سبق كشفها إلى العلن اعتقال مسلحين اعترفوا ببراءتهم من الإنسانية. هنا أرض الحدث، مفرزة الأمن العسكري في جسر، المكان الذي لم يكن لحما ودم لكنه حجر حمل أذاهم. وهنا آثار دم، ربما لأحد المجرمين لفرط ما أجرم، وربما لأحد عناصر الأمن وهو يصارع موته. فوارغ الرصاص حكاية أخرى، فكانت صناعة دولة مجاورة ولمعامل حكومية. وزعوا موتهم قاصدين متعمدين، ونسوا ألم يتيم أو وجع زوجة أو حتى صرخة أم من هذا الوطن. ونوجه السؤال لقنوات العرض المفتوح: أهكذا السلمية؟ ونبشرهم: ستنتصر سوريا. لا كلام يصف ما نرى، لكن الوصف محدد أنها يد إجرامية وتخلو من الإنسانية، فأنتجت جثثا وأشلاء لشهداء الأمن السوري. من جسر الشغور ومن مقبرة جديدة، نزار الرفيع، تلفزيون الدنيا. لم يكفهم قتل النفس التي حرم الله بغير حق. لم يشفع للضحايا أنهم حماة الوطن وحماة الشجر والبشر في هذه الأرض الطيبة. لم يردع القتلة لا ضمير ولا وجدان ولا دين. استلوا حربة إجرامهم، قطعوا رؤوس وأطراف قتلاهم. شهداؤنا، أبطالنا، ورمز عزتنا وكرامتنا. من نهر العاصي انتشل أهالي جسر الشغور جثث الشهداء ليلاحقهم القتل وهم أموات، فالمجرمون صادروا جثث الضحايا ليدنسوا قدسية الموت، حيث هنا تم إخفاؤهم. ملامح الذعر والأسى بدت على وجوه الغرباء،
من أتوا لينقل وقائع ما يدور على الأرض، ولتعكس عيونهم قبل كاميراتهم شعارات السلمية التي تنادت لترديدها وسائل إعلام لم تكن سوى أداة رخيصة مدفوعة الأجر، علها تصيب من أسهم الغدر والخيانة في جسد هذا الوطن العزيز. نعتذر عن فظاعة ما نعرض، لكنها جزء من واقع أكثر إيلاما. هنا في منطقة نهر الأبيض 8 جثث مقطعة الأوصال تضاف إلى 10 أخرى كان تم العثور عليها منذ أيام، والدليل على مكان وجود الضحايا هو المجرم الذي شارك بالقتل والتنكيل. سلمية رددوها، بالدم كتبوها، وبوحشيتهم أسبغوها لتتبدى واضحة كالشمس. خيوط مؤامرة في أدواتها وحوش لا نصدق أنها على أرض سوريا عاشت، ومن هوائها تنفست، ومن مائها شربت.